ومرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من غدوة خير. أيامات قليلة ونودعوا شهر رمضان الفضيل، وما بقى لنا كان أيامات ونستقبل مع بعضنا عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير والصحة والعافية. واللي يقول عيد يقول لبسة صغيرات، طبقة الحلول بنينة، وريحة الملوخية اللي تفوح من راس النهج. حبينا نواكبوا معاكم أجواء العيد مع الجالية المقيمة بالخارج وفي نيس بالتحديد. تحبوا تعرفوا معنا أكثر تفاصيل؟ بقاو معنا. عسلامة، مرحبا بك خويا. بيك يعيشك. كنت عرفني بروحك؟ سفيان من الكاف، أصيل ولاية الكاف. نسكن في نيس، عندي توا 8 سنين ما شاء الله. عندي وليد وبنية. أنا نحضروا أجواء العيد. بيان سور. وأنا بحول الله مروح باش نعديه في البلاد. ما شاء الله ما شاء الله. بطبيعة أجواء العيد وريحة العيد مش كيما في تونس كيما لنا في الغربة. لا، ما فما برشا فرق. ديما البلاد تبقى ديما البلاد. بالطبيعة. في كل الحالات بلادنا بوضعها كلش ما فيها ديما خير من البلدان الكل بالطبيعة. أجواء العيد عندكم كيفاه؟ أجواء العيد شوية. عادية لا فيريتي على هنا عادية. أجواء العيد عادية نهاية. واحد باش يهز الصغار يلعبوا شوية في الجردة. ما فماش كيما البلاد، فما دي فامي باش تطلع عليها وكذا. ديما سبورسا ديما البلاد خير. عندك عائلة لنا في نيس ولا؟ عندي مرتي وصغاري ونسابي. يعني نهار العيد تمشوا نتلموا زيارات، مع بعضنا، تتلموا، تعملوا شوية حلو نمشيو صايرة لجردة، فماش حتى حاجة أخرى. فاصون بريسك الناس كلها تعديه نهار العيد يا أخي، على خاطرنا هنا مش كيما البلاد. هذيك هي المشكلة اللي احنا بطبيعة احنا في بلاد مش بلادنا، في تقاليد وعادات بطبيعة مش كيف انت تنجم تطبق التقاليد نتاعهم هنا، ثم مثلا يجوا فريين نتاعهم هما هنا تنجم يعطوها لك، اللي يجوا فريين نتاعك ما تنجمش. اكزاكتومون. ما ننساوش اللي احنا في بلادنا ناس هاوني ناس تاع هذا يعمل مرضي، هذا ديبوزي دو جور. كي تكون بطبيعة كي تكون تخدم حر نجم نقولوا تنجم تلقى التوقيت، تنجم تتصرف، لكن كي تكون تخدم مالوغوزمون ما تنجمش معناتها تقدر ماشي للوقت روتار 10 مينيت ينجم ما يقبلكش، وغياب غير مبرر خاصة زاده. لا ما فماش خدمة خدمة. أنا ما تخدمش ما مش كيما البلاد، ساعات ما تخدمش تتعدى شكون عطار هذا يسلفك هذا صاحبك هذا. وهذاك اللي نفتقدوه احنا لنا، هذاك اللي ينقصنا، هذيك بالحق الريحة اللي نتوحشوها. هذيك ان شاء الله ربي يجرها على الصلاح واللي فيه الخير ربي يسهل فيه. عسلامة اختي، مرحبا. عسلامة، يعيشك. ان شاء الله قبل كل شيء رمضانك مبروك. يعيشك. انت والعيد ان شاء الله عيد مبروك. ان شاء الله يا ربي. نسرين، نسكن لهنا في نيس، متزوجة وعندي 3 صغار. ربي يفضلهم لك. ما نخدمش مع ولادي في الدار، نربي في ولادي. فوالا. هي ديجا احسن خدمة اللي احسن خدمة صعيبة متعبة شوي، ما الحمد لله واحد مع الصغار وكل شيء. حتى كيف تعدي لك نسرين رمضان؟ والله سافا كيف العاد، ما يتعبنيش رمضان. ونو سافا ما يتعبنيش، وزيد عندي راجلي يعاوني شويه، سافا الحمد لله. ما شاء الله. بون نحنا راهو لهنا نفس الاجواء في تونس، معناتها ما نبعدوش عليهم برشا، برتو انا عايشين مع قوره وكل شيء، ما بريس كيف بيان نحاولوا ديما باش نعيشوا نفس العادات والتقاليد، وخاصه الصغيرات بيان سور. نخليهم توجور يعرفوا العيد نتاعنا ويعرفوا شنو الموس. صحيح. كي نقول لك توا العيد قرب، الحلو العيد، البسكوت والزوزه السابلي، كعك الورق. جيت بالبسكوت والسابلي وكعك الورق، وما زلنا باش نزيد شويه زوزه هيك هاو. نقول لك شنو هي اجواء العيد، كيفاش تعدي العيد مع فاميلتك؟ ديجا عندك فاميل كبيره لنا؟ والله عندي فاميل هنا، ونمشوا نعيدوا عليهم، ومن بعد كنهزوا صغارنا ونمشوا نعملوا خارجه العشيه في البروميناد ولا كل مره كيفاه الحسيلو. شنو نهار العيد؟ ما نطيبش. تكمل رمضان ما نطيبش نهار العيد،
نرتاح فيه. بعد اي نمشوا لدار خال راجلي، نمشوا بحلام مرته طيب لنا ملوخيه هيكا. مش احسن من هيك قولي. والله الحمد لله يا ربي. عسلامة، مرحبا بك. عسلامة كنت بك. عارفنا على روحك؟ زياد بونام من نيس، أصلي من مساكن. مرحبا. ناس تحية فيها خاصة الجنة. بالطبيعة المساكن. بيك عايشك يرحم والديك. زياد انت لنا بالطبيعة باش تاخذ شوية حلو. شوية حلو شوية بسبوسة شوية هريسة اللوز صغيرات. شوية للصغيرات هيك نفرحوا بهم يتفكروا جونا نتاع البلاد بالطبيعة. وعاداتنا وتقاليدنا. ان شاء الله باش تعدي العيد لنا يعني. لهني لهني لا. وشنو رايك العيد في تونس بصراحة والعيد لنا؟ بالطبيعة ما فماش حتى مقارنة. بالضبط. هني الأجواء. كان عيد تحسوا مش عيد، خاصة بالاخص الجو. في الصغار ما عندهمش وين نهزوهم ونفرحوهم، مش كيما الامبيونس تاع البلاد كيما هني. بالطبيعة نتصور اللي في مساكن. صلي على النبي عندنا كل شيء ونهبطوا الحي. نقولوا بالضبط نهبطوا الحي ونهبطوا كل شيء، فما المناج وفما الصغيرات والجوال. لكن هذا ما يمنعش تحاول توفر شوية أجواء العيد الصغيرة. نحاولوا اما باللي يكون ما فماش العيلة واللمة هني بلا مش كيف. عندك العائلة لنا ولا؟ عندنا ما مش كيف، عندي يما وبايا في البلاد فهمت هاكل الباز الواحد. تحاول تقعد تتواصل بالضبط. معاهم بالطبيعة بوسائل التليفون ولا كيك بالضبط. عسلامتكم ومرحبا بكم ومعنا في غدوة خير. مرحبا بك. ممكن نتعرف عليكم شوية؟ أنا اسمي نبيل نعيش في نيس. هذه مدام اسمها نادية تعيش في نيس. نعيش مع بعض. منين في تونس؟ بنزرت منزل جميل. نتشرفوا. تحية كبيرة لأهالينا في بنزرت. بارك الله فيك. جيران. بنزرت تونس جيران. جيران. لو كان تحكوا لي شوية على العيد، على أجواء العيد، كيفاش تحضيرات العيد بصفة عامة. نبداو بلبسة الصغيرات، تصور نبداو نحكيو على حلول عيد مدام هكا ولا؟ كملنا رمضان، كملنا شربتنا، كملنا صيامنا، توا ندخلوا في العيد، ندخلوا لتحضيرات العيد، للحلو، للملوخية اللي تفوح نهار الصباح العيد. ليلة العيد نهار عيد الصباح عندنا في العادات نتاعنا على الصباح ناكلوا الملوخية. مالينا نحكي بصراحة ما فماش الشيء هذا، غربة ما تعرف ما فماش لا ملوخية لا حتى شيء. شكون باش يطيب الملوخية؟ برشا عائلات محافظة على نفس نحاولوا بالطبيعة. هو العيد خيره في البلاد، اللي يحبوا ربي يهبط البلاد، الجمعة الأخرانية تاع رمضان يهبط البلاد يعيد في بلاده وبعد يرجع لنا. لكن فما اللي عنده ارتباطات بالخدمة. احنا مربوطين بالخدمة ما نجموش نجيو. لا ما نكهة العيد ما نحسوهاش. الحقيقة نتاع ربي. انت مسيو تخدم نهار العيد ولا؟ نهار العيد باش ناخذ نقعد. بالرغم من الباترون معناتها قاوري وقاعد يعارك على الحكايه هذه، احنا اوبليجي باش نقعد. بالطبيعه بحكم اللي احنا ماناش في بلادنا لازم نتاقلموا معاهم. مالوغوزمون ما نجموش معناتها ما نجمش ما عندناش حريه الاختيار باش ناخذ نهار هما فما اللي يتفهم معروفات، فما اللي يتفهم وفما اللي ما يتفهموش، عنده خدمته قبل كل شيء سواء عيد كبير ولا عيد صغير. فما اللي يتفهم فما اللي ما يتفهمش، واحنا على ربي وكاو. عندنا شيء اوبليجي باش نخدم. الحق بهاكا تروح للخدمه من بعد تحاول محضره العيد هذاك العيد بيان سور ما فيهوش فهمت. تبدا كل شيء حاضر يعني هكاك. شفت الغربه قد ما تطويل قد ما تستانس بالليل معناتها بالليل يوالف الانسان. فوالا اي ما بعدناش برشا على عاداتنا وتقاليدنا، مانيش كيف ما في تونس. في تونس تحس معناتها الفرحه والحس قد ما يخرج معناتها العائله لما نتاع العائله هي الكل، هي اللي تنقص هي الكل معناتها بارسا القطوات والحكايات والحوايج كلها ماتريال، كلها حكايه فارغه. يقول لك العيد في نيس كيفاش تعدي نهار العيد؟ والله نهار العيد البرنامج باش نعديه لنا مع في الخدمه كما تعرف اجواء العيد الناس الكل ملمومه واصحابي والاولاد. وبالمناسبه نعيدوا على الناس الكل اللي تخدم نهار العيد. نعيش عيد ياسر بالاحساس اللي يحسه الانسان كي يبدا يخدم متغرب ويخدم بعيد على العائله. حاجه طبيعيه معناها الواحد. لكن ما يمنعش اللي لازمنا نخلقوا الجو نتاعنا حتى في الخدمه في سيدي بوسعيد كما في الجو نتاع تونس معناها عادي وحاجه معناها حاجه الناس الكل ليك عرب. عسلامة سي جمال. عسلامة مرحبا بك. غدوة خير. كنت تحكي لنا شويه على اقبال الجاليه التونسيه بالخارج على حلول عيد. والله الاقبال هو كما جو تونس، يعني ما تشوف ثم فرق كبير. الاقبال موجود وبدات العباد يعني الناس تحضر يعني العيد.
حلويات العيد ونشوفوا ثم بداية قبائل يعني من ناحيه الكيفيه والكميه، يعني اسكو التونسي اللي عايش لنا في المهجر يميل اكثر للحلويات التونسيه التقليديه كما المخروم بقلاوتنا التونسيه وكل، والا اسكو بلوتو يميل اكثر شويه ريفيزيتي للحلو مع الجونيس تو مع الجيل صحيح كلامك صحيح. وبالحق بدات يعني تو نعرف تو عندي 40 سنه هنا يعني تحسها ما شاء الله ثم بدات تتغير يعني حتى الاسلوب نتاع الشريان ونتاع الكاليتي ونتاع السبيسيتي نتاعنا بدات ما عادش كما قبل كنا مركزين على اقلام معروفه يعني جاتو معروف. تو تحس يعني موج اخرى ولات نتاع جاتو بالحق ما عادش كما قبل الجينيراسيون الجديده تو هذه هي قاعده حتى الجينيراسيون اللي والده هنا يعني تقول قاعده واخذه نفس الريتم ما ثماش تغيير يعني خاصة بمناسبة العيد بيان سور. الحلو كما نقولوا احنا الحلو نتاعنا العربي نجم يكون هو كما نقولوا همزة الوصل اللي تربط خاصة الجيل هذا كما قلت لك الجيل الجديد الصغيرات هذا باش نقولوا الحلو يدخل في عاداتنا وتقاليدنا. وي يدخل في عادات تقاليدنا. الجيل الجديد انا نقعد توني منها الحالة اللي شفتهم يعني اكثر من ساعات تشوفهم يعني برمو اتاشي للحلويات التونسية والجو التونسي يعني تحسهم يعني عندنا ميزه احنا في تونس عندنا ميزه وعندنا سبيسيتي نتاعنا وعندنا يعني ثقافتنا هو في النمط نتاعو كبر في عائله يعني تكون تونسيه وعربيه بس فالنمط هذاك يكبر به وتلقاه يعني موجود بعتلي ويجي بعتلي وحده هنايا وياخذ وكما قلت سي جمال يدخل الحلو التونسي يدخل في الثقافه نتاعنا التونسيه يدخل في الثقافه واحنا كما تعرف في منافسه كبيره مع اشقائنا المغاربه لا مش ونتصور معناتها لازم بالعكس لازم نفرضوا رواحنا في منافسه ما ثماش نشوفها هنا يعني باتيسيريا وباتيسيريا عندنا 70 سنه المنافسه في الحلويات الشرقيه ويقولوا هما والتونسيه ولا هذه الحلويات باللوت وبلا نو فرق ثم فرق مع احتراماتي لهم هما يعني مع احتراماتي للاختلاف ثم فرق يعني حتى نشوفهم انا مع الكولونيات حتى الكولونيات هم الاوروبيين والفرنسيس وكل شيء يعني يقول لك باتيسيري تيزان سي يونيك. تحية العيد خويا الله يرحمه وماما الله يرحمها وعائلتي الكل ومرتي وصغاري والعرب بصفة عامة. ان شاء الله عيدهم مبروك وان شاء الله كل عام وهم حيين بخير وان شاء الله ربي يفضلهم لينا ان شاء الله وربي يديمهم في قروسنا ان شاء الله يا ربي يا عايش وان شاء الله انتم زاد عيدكم مبروك. ان شاء الله عيدكم مبروك علينا وعلى الناس الكل وربي يحيينا بخير وان شاء الله عيد الجاي في البلاد ان شاء الله ان شاء الله كما الجنة. ان شاء الله تونس كلها بخير ان شاء الله عيد مبروك على تونسة وجميع الأمة الإسلامية ان شاء الله يا رب يكون فرحانين اللهم امين يا رب كل سنة مجهزة يا رب نسلم على عائلتي واللي نحبهم الكل اخواتي وحماتي وعيد ماجدي لا عايش ميرسي بوكو ان شاء الله مبروك عليكم ان شاء الله عيد مبروك ان شاء الله عيد مبروك مسكين. تقول للشعب التونسي بالمناسبه هذه والله الشعب التونسي نتمنى لهم عيد سعيد وكل عام هم حي بخير وان شاء الله يعني ديما كيكه فرحانين ان شاء الله ديما اجواء موجوده وان شاء الله كل عام واحنا ان شاء الله عيدكم مبروك وتيتيكاس زاد الاولادي زاد ان شاء الله عيدهم مبروك امي زاد ان شاء الله عيدها مبروك وانتم زاد الاحباب والاصحاب والسلام عليكم. ان شاء الله عيد مبروك. ان شاء الله عيد مبروك.